بكلمة زوينة، ابتسامة بسيطة، تقدري تبدلي التعب ديال الزوج ديالك في النهار كامل وترديه راجع للدار وهو مرتاح. ماشي كل راجل قاصح، ولكن بزاف منهم كيخونهم التعبير. هي ماشي آلة، هي بشر بحالك، كتعب وكتقلق وكتحتاج حضن وكلمة زوينة. السكن ماشي غير في الدار، السكن الحقيقي في القلب، وكتصنعيه انتي بالاخلاق ديالك وبالصبر وبالدعاء. راك مسؤول قدام الله عز وجل. الابتسامة في وجهها صدقة، والحنان ديالك عليها امان، والصبر عليها عبادة. وانتي كذلك راكي مسؤولة قدام الله عز وجل على كل كلمة كتقوليها وعلى كل تصرف كديريه. والدور ديالك كزوجة راه امانة وابتلاء وعبادة في حد ذاتها. بكلمة زوينة منك كتخليها تحس بالأمان، وعمرك ما تظن بأن الرجولة في الصوت العالي والعين الحمراء. كتقولي ما كيهضرش، وإلا هضر كلامه قاصح وديما كينقر. واش جربتي تبادري، ولا ديما مسيطرة عليك الأفكار السامة ديال ماشي أنا اللي نبدا؟ كتقول ما كتشكرنيش. واش شكرتيها انت على الصبر ديالها، على تربيتها للابناء ديالك، على الخدمه ديالها وعلى السهر ديالها، على الكبير قبل الصغير؟ بغيتي راجل مثالي، خدمي على هذا الشيء وكوني له كما تحبين ان يكون لك. النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من انه كان مسؤول على امه، الا انه كان كيسمع للزوجه ديالو وكينزل المستوى ديالها وكيضحك معها وكيهضر بلطف. امهات المؤمنين رضي الله عنهن كانوا كيغيروا وكيتخاصموا معاه صلى الله عليه وسلم احيانا، ولكن عمر شي وحده منهم ما رفعات صوتها باش تهينه. عائشة رضي الله عنها كتخبرنا أنها كانت كتشرب من الإناء، والنبي صلى الله عليه وسلم كياخذ الإناء وكيشرب من نفس الموضع اللي شربات منه. فين حنا من هذا الشيء؟ السكينة ماشي هدية، هي راه مشروع خاصو الجهد، خاصو التنازل، خاصو الدعاء، وخاصو قلب حي لتسكنوا إليها. ماشي غير آية، راه منهاج حياة، وباش نسكنوا خاصنا نبنيو ماشي نهدمو. والسلام عليكم.